فاحنا ان شاء الله تدريجيا المباريات الجايه ان شاء الله نبقى افضل من كده، بس اهم حاجه 3 بونت. دي اسهل فرقه على ما اعتقد في المجموعه. ما هي عشان اسهل فرقه بتلعب كره عشوائيه، وانت كان المفترض تلعب معاهم كده، انما انت لما هتقابلك فرقه بتلعب كره على الارض هتعرف تلعب معاها ان شاء الله. انت شايف حسام حسن كان المفروض؟ والله في جمل بتتعمل، بس التنفيذ على حسب الفرقه اللي قدامك. الفرقه اللي قدامك ما ادتكش فرصه، كانت مقفله وبتطلع مع الهجمه مع الكونتر اتاك بتاع اللعبه، وبعد كده بترجع تاني تقفل، فبالتالي هم اجسامهم عاليه، كل لعبهم فيه ضرب. لكن انت لو لعبت كره على الارض وكره سريعه من وان تاتش هتوصل بسرعه وهتهدف احسن من كده. ما كانش في حلول كتيره يعني في الماتش. هي الحلول كان عندك في مين؟ ما كانت متمركزه مع مرموش ومحمد صلاح، وهم دول كانوا اكتر اتنين ممسوكين، فانت كل اللعب بتاعك عرضيات وما كانش في حد بيستغلها عشان الاجسام الطويله. مين اللي فرق النهارده مع المنتخب؟ اللي فرق النهارده محمد صلاح طبعا. محمد صلاح كان كلها سرعات بس ما حدش عارف يستغلها، لكن الجول الاخير هو اللي عوضنا بيه ان شاء الله. يعني انت شايف ان عمر مرموش مثلا، يعني عمر مرموش طبعا من وجهه نظري انا كان يعني عمر مرموش مهاري وبتاع، بس مش عارف يعدي بالكوره لان هم مقفلين، وبحكم البنيه الجسمانيه بتاعتهم كانوا بيقطعوا كل الكوره، ما كانش في اختراقات لنص الاكساس سيارتا كانت مقفله. فانت المفروض احنا كنا عايزين نستخدم اسلوب الشوط احسن من كده، لان الشوط في الفرق اللي هي عندها تكتل دفاعي كانت هي بتبقى حل من الحلول. كان المفروض فعلا يبقى في تسديدات من بره ال 18. بالظبط، المفروض يبقى في تسديدات، لان التسديدات ديت تعتبر هي نتعود عليها ويبقى سلاح لنا. وبعدين انت المفروض تلعب كوره من على ال 18 عشان تاخد فاولات، الفاولات ديت برضو مع الفرقه دي الكور الثابته بشكل عام من ضمن الحلول بتاعتك مع التسديدات اللي على المرمى من بعيد. فاحنا ديت طبعا احنا كنا بنعتمد على المهاره وعلى السرعه، وهم كانوا عارفين اخطر عنصرين عندك كانوا ماسكينهم، فبالتالي كان صعب ان كده تخترق السكس يارده بتاعتهم. فانت كان عندك المفروض يبقى في حلول من الشوط من خارج الصندوق، يا اما عرضيات، بس العرضيات بتاعتهم مش نافعه معانا لان هم عندهم اجسام طويله. مين نجم اللقاء النهارده؟ نجم الصالح محمد صلاح النهارده. محمد صلاح من وجهه نظري. ماشي